يصل تل أبيب في ثواني ويدمر إثيوبيا في دقائق. ظهور جبار 150، الطائرة الانتحارية التي ستبدل شكل الصراع في المنطقة وستجعل لمصر الحكم. بينما كان العالم مشغولا بحربي روسيا وأوكرانيا من جهة والإبادة التي تقوم بها إسرائيل في غزة، كانت مصر تعكف على صناعة طائرة أشبه بالصاروخ تفوق في قدراتها الطائرات الأمريكية وتمثل في تهديدها للجميع ما هو أكبر من التهديد الذي مثلته طائرات إيران. هي طائرة انتحارية تصل إلى مسافة تقارب 2000 كيلومتر، أي بمقدور الجيش المصري أن يرسل قذائفه الصاروخية من قلب القاهرة إلى الهدف في أبعد نقطة بإفريقيا وتدمير أي عدو دون الذهاب إليه. هذه الطائرة مثلت مفاجأة كبيرة للعالم كله وتحديدا إسرائيل وإثيوبيا. أبي أحمد يعرف جيدا أنه الضحية الأكبر لجبار، وأن القاهرة باتت بمقدورها في لحظة تدميره والقضاء على مشروعه بضغطة زر واحدة. مواقع إفريقية أكدت أن رئيس وزراء إثيوبيا اعترف لمقربيه قائلا: كانت مصر تنظر لعدوها القريب فقط وهو إسرائيل، أما الآن فهي تنظر إلى بعيد وتركز بصناعتها الجديدة جبار 150 أهدافا بعيدة جغرافيا مثلنا. لا أرى أي طرف مستهدف من تلك الطائرة ومن صفقة رافال الجديدة وصفقة الأباتشي المدمرة غير تدمير إثيوبيا وتقسيم البلاد إلى 8 دول صغرى.